مرحبا حبايبي، كيف حالكم؟ يا رب كلياتكم تكونوا بخير. اليوم 7 يوم من رمضان، وحابة أشارك معكم فطورنا. اليوم الفطور رح تعمل معكم أختي طول الفيديو، هي اللي بتعمل معكم الفطور ما عدا آخر مقطع أنا اللي عملته يعني. فحتشوفوا معي بالفيديو. هي اليوم رح تعمل معكم الفطور عشان أنا كنت طالعة، كان عندي موعد مع دكتور الأسنان، وهي فتحت الكاميرا وصورت لكم الفطور هاد. فتابعوا الفيديو لحتى تشوفوا إيش رح تعمل. بس قبل يا حبايبي ما تنسوا اللايك، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا خلينا نبدأ. أول إشي هي راح تعمل بيتزا. زي ما انتوا شايفين حطت 4 أكواب من الطحين، وراح تحط عليهم معلقة حليب ومعلقة ونص سكر ومعلقتين زيت، وطبعا زيت نباتي، ومعلقة خميرة ورشة ملح بسيطة. طبعا البيتزا يعني سهلة كتير وكل الناس تعرف تعملها، وأنا قبل هيك صورتها معكم على القناة، بس اليوم عشان فطورنا برمضان ومصورة معكم الفيديو، فهي أختي رح تعمل لكم هذا البيتزا، وكمان رح تعمل كذا إشي. تابعوا الفيديو حتى تشوفوا إيش رح تعمل. بدي منكم تفاعل كبير على كل فيديوهاتي. كل الناس اللي بتحبني وبدهيان أوصل لهدفي يا ريت تهدرني دايما وتشير قناتي بكل مكان، عشان أنا إن شاء الله قربت أوصل. فبدي إياكم تشدوا همتكم معاي وتوصلوني عشان إن شاء الله كلياتنا نفرح وننبسط، وعشان أقدم لكم محتوى أحسن وأحسن كمان. وكل ما شاهدت الفيديوهات أكتر كل ما أنا بشجع بصور أكتر وأكتر. يعني شايفين كيف أنا من أول رمضان وأنا كل يوم بصور لكم فطورنا، وهالتعب علي يعني الصراحة في تعب التصوير، بس عشان خاطركم، عشان الناس طلبت مني إني أصور دايما فطوري وهيك والسحور كمان. فأنا كل يوم بصور لكم إيش كل فطور بصوره. فلهيك يعني قدروا تعبي هاد وحطوا لي لايك دايما، وشاهدوا الفيديوهات كلياتها، ودايما شجعوني لحتى استمر معاكم إن شاء الله. وزي ما انتوا شايفين هان أختي خلصت عجينة البيتزا، وبعدين راح تتركها ترتاح 3/4 ساعة عشان الدنيا اليوم شوب، لكن لو الدنيا شتا راح تخليها ساعة كاملة، لأنه كل ما العجينة ارتاحت أكتر كل ما كانت أحسن. وهين راح تعمل معاكم الكنافة اللي امبارح شريناها. راح تعمل كنافة بالقشطة. فأول إشي هاي الكنافة طبعا نص كيلو، فراح أول إشي راح تفرمها وبعدين راح تشتغل فيها. هاي كنت شاريها امبارح لما شريت معاكم القطايف وشريت اللحمة تاع فطور امبارح. فاليوم إن شاء الله راح نعملها، لأنه إحنا ما بنحب يعني ناكل حلو مرة واحدة، يعني في كنافة وفي في قطايف، فمش حناكل الكنافة يعني مع القطايف لأنه ما بنحب كتير الحلو يعني. خليناها لتاني يوم. لما صار هيك تاني يوم هي صورتها معاكم. فأنا زي ما حكيت لكم أنا كنت طالعة، فهي صورت الفيديو هذا كلياته وهي صورته يعني. فتحت الكاميرا وصورت لكم كل إشي راح نعمل اليوم. هذا هو نوع السمنة اللي راح نستخدمها بالكنافة، سمنة بيونير. وبعدين هان أختي فرمت معاكم رشة الكنافة. طبعا المقدار حكيت لكم نص كيلو، نص كيلو رشة كنافة. أنا صورت معاكم قبل هيك الكنافة النابلسية، موجودة على قناتي بطريقة كتير بسيطة وسهلة وكتير عجبت الناس. فاللي حاب يعمل الكنافة النابلسية موجودة على القناة وراح تعجبكم أكيد. وهيني هيك بعمل معاكم الكنافة بالقشطة، وعشان انتوا عارفين برمضان يعني الناس بتحب الحلويات والشغلات هاي، فموجود هاي على القناة. روحوا شوفوها، الناس اللي حابة تعملها بتشوفها وراح تعجبكم أكيد. وبعد ما فرمنا رشة الكنافة معانا كاسة سمنة دافية، لا سخنة كتير ولا باردة، كاسة واحدة دافية. ورح نعجنها بالرشة الكنافة، نخلي السمنة تفوت جوا زي ما انتوا شايفين قدامكم. يا رب هاي الطريقة تعجبكم تستفيدوا منها. يعني طريقة العجن انه بتدخل السمنة بالرشة، مش عجن يعني زي ما بنعجن العجين، لا بتختلف. وبعدين هنا جبنا الصينية ورح ندهنها بالسمنة. وبعدين طبعا راح نحط نص كمية الكنافة. حتشوفوا معي بالفيديو، تابعوا الفيديو. بتمنى ما تمشوا هذا الفيديو تحضروه كلياته. بدي مشاهدات كتيرة على هذا الفيديو، لايكات كتيرة. فزي ما انتوا شايفين بعد ما حطينا السمنة راح نحط نص كمية الكنافة.
زي ما انتوا شايفين هيك خلصت من الطبقة الأولى تاعت الكنافة. وبعدين راح نعمل المهلبية أو القشطة اللي حتشوفوها معايا. تابعوا معايا الفيديو. وهنا راح نعمل المهلبية أو القشطة الكذابة. حطينا كوبايتين مية. حطينا كوبايتين مية عليهم 3 معالق من النشا على معلقة سكر، طبعا على البارد، بندوبهم على البارد. وبعدين راح نولع النار عليهم. زي ما انتوا شايفين بعد ما دوبناهم منيح ولعنا النار وراح نضل نحرك لحد ما القوام يصير زي المهلبية. يا رب يكون الإشي موضح قدامكم وتستفيدوا منه. المقادير 2 مية على 3 معالق من النشا وعلى معلقة سكر. وبعدين لما يقرب بيستوي راح نحط نص علبة قشطة ونطفي عليها طبعا، ونحرك القشطة مع الخليط اللي عملناه. هاي هيك بعد ما القوام صار مهلبية زي ما انتوا شايفين. راح نحط نص علبة القشطة زي ما انتوا شايفين، قشطة بيونير. راح نحطها ونحط نص العلبة مش كلها. بعد ما نحط القشطة راح نطفي النار ونحرك مع بعض ويصير هيك جاهزة. ندوب القشطة مع المهلبية. وبعدين راح نحط القشطة على الكنافة ونوزعها بشكل كويس زي ما انتوا شايفين قدامكم. وبعدين راح نحط باقي كمية الكنافة ونطبطب عليها بشكل كويس، يعني مش كتير عشان انتوا عارفين المهلبية كتير سائلة، فنطبطب يعني شوية شوية زي ما انتوا شايفين هيك. وبعدين راح نحطها بالفرن لمدة تقريبا ربع ساعة بس لحد ما تتحمر، تاخد لون، يعني تاخد لون ذهبي زي هيك. طبعا حسب الفرن اللي عندك، ما تروحي عنها، ضلك عندها عشان ما تنحرق منك لأنه هي عطول تستوي. زي ما انتوا شايفين أنا هيك صورتها لكم وهي بالفرن بعد ما أخذت اللون. شايفين كيف ما شاء الله لونها كتير ذهبي. وهي هيك نزلتها من الفرن وأنا عاملة قطر من أول ما بديت أشتغل فيها. عملت قطر فرحط عليها القطر بارد وهي ساخنة، فحطيت القطر على الكنافة زي ما انتوا شايفين. شايفين كيف ما شاء الله كيف لونها كتير حلوة وطعمها كان كتير بشهي. أختي ما شاء الله عليها يعني شاطرة بالحلويات والشغلات هاي. فزي ما انتوا شايفين كل يوصل معي للحظة هاي يكتب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد ما خلصت من الكنافة راح تعمل معاكم البيتزا. يعني مسافة ما البيتزا خمرت كانت مخلصة الكنافة، فراح تشتغل معاكم بالبيتزا. شايفين كيف ما شاء الله العجينة. راح تقطعها كريات صغيرة زي هيك. لما عملت الكنافة أنا كنت موجودة بالبيت وكنت معها يعني بساعدها من ورا الكاميرا يعني. فبعد ما خلصت من الكنافة أنا طلعت على الدكتور وهي ضلت تكمل يعني ورايا. فحتشوفوا معها كيف تعمل البيتزا. زي ما شفتوا المكونات الفطر والفليفلة أو الفلفل الرومي أو الفلفل الحلو، ومعاها ميكس جبن، وصلصة البيتزا عبارة عن صلصة وزعتر ناشف ونعناع ناشف وفلفل أسود وملح. زي ما انتوا شايفين أول إشي حطت الصلصة، وبعدين الخضار اللي هي الفليفلة والمشروم، وبعدين الجبنة. تشكيل البيتزا هاد اللي على شكل قارب بصراحة أول مرة أعمله. تشكيل هاد من قناة كتير بحبها، قناة مطبخ رشا عاشور. صاحبة القناة فلسطينية من غزة، فكتير بحبها وكل أهلي بتابعوها أنا وأختي وأمي. فأول مرة أشوف التشكيل عندها فعجبنا يعني وحبينا نطبقه عشان الشكل عجبنا. فبشكر كتير رشا، وقناتها كتير حلوة ومحتواها كتير مفيد. بنصحكم تروحوا عند قناة رشا. إيه، راح أترك لكم رابط قناتها بأول تعليق مثبت. روحوا عندها وادعموها دايما. ادعموا كل بنات غزة، كلاتهم بيستحقوا وكلاتهم بيتابعوا على قنواتهم، وربنا يوفقنا إن شاء الله جميعا. بتمنى منكم تروحوا على قناتها وتدعموها دايما.
والله قناتها كتير حلوة، أنا عن نفسي ما بخلي فيديو إلا أحضر إلها، بتسلى وأنا بحضر الفيديو، يعني الفيديو بيكون ممتع ويعني تحس فيه هيك في تشويق بالفيديو. زي ما انتم شايفين يعني التشكيل كتير حلو. طبعا هي ما عملت البيتزا، هي عملت كرات البطاطا بالصدور الدجاج، بس أنا أخدت التشكيل منها يعني عشان راح يصير يعني أعتمده بالمعجنات اللي عندي، أغير يعني تغيير كتير حلو ومطلوب كمان التغيير. قناة رشا أشهر من نار على العلم، ومحتواها كتير مفيد وجيد ومحترم جدا، بنصحكم فيه، وياريت تروحوا تدعموها دايما وتكتبوا لها بالتعليقات إنكم جايين من طرف قناة وصفات صابرينا. وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا ويوفق كل الناس وكل أصحاب القنوات اللي بيتابعوا قنواتهم. يعني شغل القناة والله مش سهل، كتير متعب وبياخد وقت كتير، بس احنا بنحب نكون معاكم دايما، وإن شاء الله ربي دايما نكون عند حسن ظنكم. وزي ما انتم شايفين هيك أختي خلصت من تشكيل البيتزا، شايفين كيف الشكل ما شاء الله، يعني عن جد. والله يا رشا شكرا كتير إلك إنك عرفتينا هيك تشكيل يعني. وهيك يا حبايبي يعني خلصنا من تشكيلهم، رح نحطهم بالفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. وهي هيك يا حبايبي بعد ما خلصنا من خبزهم، زي ما انتم شايفين شكلهم كتير بشهي ومن جوا كتير هشة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل كل اعمالنا الصالحة يا رب. كل حدا موصل معي للحظة هاي يكتب لي بالتعليقات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لحتى أعرف مين بضل معايا بالفيديو ومين يحضر لي للآخر. فياريت كل حدا وصل معي اللحظة هاي يكتب لي عشان أعرف مين فيكم متابعني دايما وبضل معايا للآخر. تمام. وبعدين قبل المغرب بساعة تقريبا راح نعمل فتة البتنجان المشوي. زي ما انتوا شايفين معي البتنجان، معي كمية كويسة من البتنجان. وكمان معايا بندورة، ومعايا فلفل أخضر حار. وطبعا هاي الأكلة لازم عليها خبز صاج، ما بتنفع إلا بخبز الصاج، عشان هيك عملنا خبز الصاج. زي ما انتوا شايفين مكونات بتنجان وبندورة وفلفل حار، وراح نعمل عليهم خبز الصاج. بالفيديو هاد أختي راح تخبز معاكم، حشوفوا معاها كيف راح تخبز. الأكلة هاي ممكن ناس تستغربها يعني، بس ما بيعرفوها إلا أهل غزة تقريبا هم اللي بيعرفوها، وكتير زاكية وكتير باردة. احنا عملناها باليوم هاد عشان اليوم اللي الجو عنا شوب، فعملناها يعني. وهذا الرز تبع امبارح، الناس اللي متابعين وبتحضر كل فيديو، هذا الرز امبارح طبعا راح اسخنه اليوم واحطه بالفطور. يعني حيكون هو وفتة البتنجان المشوي وكمان البيتزا. ويلا مع بعض خلينا نشوف كيف راح نعمل خبز الصاج، تابعوا معايا الفيديو. زي ما انتوا شايفين ولعنا النار وراح نحط عليها الخبز. طبعا هاي اختي هي اللي بتخبز معاكم الخبز، هي عجنة العجين وهي اللي عملت كل اشي. فزي ما انتوا شايفين طبعا زمان كانت امي هي اللي بتخبز، بس يعني بعد ما امي مرضت اختي تعلمت يعني وصارت تعرف. اول اشي ما كانت تعرف، كنا يعني نخلي عمتي احيانا واحيانا نخلي خالتي واحيانا اختي الكبيرة المتزوجة لما تيجي بتعملنا يعني كمية ونحطها بالفريزر. بس طبعا يعني ما في أحلى من الخبز الطازة اللي يكون تو مخبوز وبتاكليه يعني. فأختي تعلمت عشان يعني يصير تعمل خبز طازة، ويعني ما نحتاج حد يعني عمتي وخالتي ما بيقصروا فينا، بس يعني الواحد لما يكون يعمل شغلته بإيده أحسن عشان ما يعطل غيره. والله يبارك في صحة عمتي وخالتي يعني، ما يقصروا معنا، بس إحنا برضو بنحب نعمل شغلتنا في إيدينا عشان يعني ما نتعبهم معنا أكتر. زي ما انتوا شايفين هي بتعمل خبز الصاج بطريقة بسيطة وطريقة عادية جدا على حسب قدراتها يعني. باليوم هاد كان الجو كتير شوب وكتير حر، فالله يعينها يعني متحملة حر النار وحر الفرن، وتعبت كتير بهذا اليوم. فالله يعينها ويتقبل من كل الستات اللي بيتعبوا ببيوتهم بتحضير الأكل، والله يعينهم يا رب، ويتقبل منهم الصيام ويقدرنا ويقدركم جميعا يا رب. وبعد ما خلصنا من الخبيز راح نشوي البتنجان على النار زي ما انتوا شايفين. أنا أحيانا بشويه على النار وأحيانا بالفرن وأحيانا على عين الغاز العادية، حسب يعني الإشي اللي بيكون موجود وقتها.
فهي هيك بعد ما خلصنا من شوي البتنجان راح أحضر معاكم هاي الأكلة. زي ما حكيت لكم الأكلة هاي كتير ناس راح تستغربها، بس أهل غزة بيعرفوها وبيحبوها كتير، وكتير بياكلوها بالجو لما يكون يعني حر وشوب بياكلوا هاي الأكلة. فأول إشي راح أدق الفلفل الأخضر على شوية ملح، وبعدين راح أدق معاهم البندورة، راح أقطعها أول إشي عشان يعني يسهل علي إن أدقها. طبعا بالوقت هاد ما كان إلا تقريبا دقايق وأذن الأذان، فكنت بسرعة علشان بدي أخلص وألحق أصور إلهم، يعني بكون الأكل جاهز وقت المغرب. وبعد ما خلصت من البندورة راح أقشر البتنجان. كل الناس اللي تعرف هاي الأكلة تكتب لي بالتعليقات إنهم بيعرفوها ويحكوا لي إيش رأيهم، يعني بيحبوها أو بيكرهوها. بدي أشوف مين من متابعيني يعني بيعرف هاي الأكلة ومين بيحبها ومين ما بيحبها. وزي ما انتوا شايفين جبت جاط أكبر يعني عشان أعرف أخد راحتي، ودقيت البتنجان مع البندورة والفلفل وحطيت ليمون، وبعدين حطيت علبة لبن ميكيلاند، وبعدين طبعا زيت الزيتون إشي مهم وأساسي فيها، من غير زيت زيتون ما بتزبط. وبعدين هنا خبز الصاج فتيناه وراح نحطه عليها ونحركهم زي هيك. وبعدين عندي لبن رايب هذا اللي عملته، ضل آخر إشي منه بنحط عليها لبن رايب عشان برضو كمان يعطيها طعم. وزي هيك سفرة اليوم صارت جاهزة. طبعا لازم نحط كمان على الوجه زيت زيتون زي ما انتوا شايفين معايا. بس هيك كانت فطرتنا لليوم بسيطة وخفيفة. هاي البيتزا اللي عملناها، وكمان هاي اللي فتة البتنجان المشوي، والرز تبع امبارح، وحطينا شوية مخللات. يا رب الفيديو هذا يكون عجبكم، ويا رب تكونوا حبيتوه. لو حبيتوه حطوا لي لايك، وكمان اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، وشجعوني دايما وادعموني، واكتبوا لي ايش كان فطوركم اليوم. بحب أعرف متابعيني إيش اليوم كان فطورهم، باخد منكم أفكار زي ما حكيت لكم، وبحب أشوف إيش الناس تطبخ يعني في بيوتها. وبعد ما خلصنا الفطور حطيت من الكنافة اللي عملناها زي ما انتوا شايفين كيف هذه الكنافة اللي عملناها كتير زاكية وبتشهي. بنصحكم انكم تجربوها. اللي بيجربها يكتب لي بالتعليقات انه جربها وكيف طلعت معاه، انا متأكدة رح تطلع معاكم زاكية. شكرا كتير لكل حدا وصل معي لآخر الفيديو، حبه كتير إلكم والله. كل حدا وصل معي للآخر يصلي على الرسول، وإن شاء الله بشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة حبايبي، باي.